بعد المباراة الأخيرة اللي جمعت النصر السعودي بالهلال وحالة الطرد اللي صارت لكريستيانو رونالدو بسبب المهرج البليهي، طلعت وقتها وقلت أنا إنه على الاتحاد السعودي إنه يتصرف مع هيدا اللاعب لحتى ما تتكرر هيدي الاستفزازات وما تتكرر هيدي الحالات. العالم كلها طلعت بوجهي وانت ليش هيك عم تحكي، والبليهي معه حق وما بعرف شو، وعلى فوقها بيطلع الطاقم التحكيمي بهي المباراة وانه بدهم يطلعوا بقرار ليوقفوا كريستيانو رونالدو. هون السؤال المطروح، كريستيانو رونالدو بقدومه للسعودية ضر للسعودية، ولا الهدف من انه يجي على السعودية انه يلعب بنادي النصر ويجيب جوال هيدا الهدف الرئيسي لقدوم كريستيانو؟ يلي بيفهم كرة قدم واللي بيفهم رياضة بيعرف انه كريستيانو رونالدو هو الوجه التسويقي للدوري السعودي ككل. لولا كريستيانو رونالدو ما كان اجا لاعبين كبار مثل بنزيما ومثل ساديو ماني ومثل نيمار تشجعوا اجوا على الدوري السعودي. كريستيانو رونالدو من وقت وصوله على السعودية وهو عم يعمل المشاريع، الانظار العالمية كلها، الاعلام العالمي كله توجه للدوري السعودي لحتى يكون حجر اساس بتطوير هيدا الدوري ليوصل للعالمية وإن شاء الله بخطوات سريعة. مش نجي نحن ساعة بدنا نوقف كريستيانو وساعة هيدا المهرج البليهي بيطلع بيعمل مشاكل معه. نحن المفروض نراعي هيدا الجوهرة اللي عنا، مش نقعد نحاربها ونخرب المشروع الكل اللي بيمس كل الدوري السعودي، مش بس النصر ومش بس الهلال. صراحة لازم يكون في شوية وعي على هيدا النقطة تحديدا، لأنه كريستيانو رونالدو صار يمثل المشروع بالدوري السعودي ككل، مش بس للنصر ولا لنادي معين. سلام.